أستاذ خالد ياسين. أستاذ خالد، مساء الخير. مساء النور، مساء النور أيضا على ضيوفك الكرام. أساتذة، ندخلوا في الموضوع الرئيسي ديال الحلقة، وعندي واحد جوج أسئلة نطرحهم عليكم الأساتذة خالد ياسين والأستاذ هشام رمران. ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها معظم الأندية المغربية؟ هذه الأول، الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، هل هنالك عوامل خارجية أو داخلية ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة المالية؟ تفضل أستاذ خالد، يلا. مساء الخير عليكم. أولا تحية الأخ محمد الموجه لأنه أعطانا صورة واضحة، وأنا أشاطر الرأي في أن قطب الراحة في هذه العملية وأساس المشكلة هي السلطة التقديرية للحكم، وهذه السلطة التقديرية تخضع لشخص واحد. اليوم حينما وسعنا دائرة اتخاذ القرار في بعض الحالات من حكم الساحة إلى غرفة الفار، أعتقد أن العملية يجب أن تكون تشاورية. حتى وإن كانت سلطة تقديرية لرجل، يجب أن تكون أيضا آراء لطاقم التحكيمي. أنا لم نعد نتحدث عن حكم، ولكن نتحدث عن طاقم تحكيمي، وهذا الطاقم التحكيمي يجب أن يستشار. أنا أنظر لشيء أقدره على أنه متعمد، وزميلي في نفس الفريق لا يراه متعمد، ولذلك يجب أن تكون العملية تشاركية، والقرار يكون قرار جماعي موحد، ولا يبقى ذلك بيد رجل. نحن نتحدث عن ضربة الجزاء في مباراة ألمانيا وإسبانيا، كثيرون يرونها غير ضربة جزاء، غير موجودة، وهناك من يرونها أكيدة وواضحة. ولذلك لو كانت العملية تشاورية ربما خرجنا بقرار مغاير للقرار الذي كان في المباراة. على أي حال، حتى أجيبك عمر حول الأزمة المالية الخانقة، ساهمت فيها كثير من العوامل. أنا لا أذكر في الوطن العربي على الأقل أن هناك مباريات كثيرة في دوري واحد تقام من غير جمهور، ولا أذكر في دوري عربي في بلد عربي آخر أن هناك كثير من الأندية لعبت مبارياتها خارج قواعدها، تحملت وتكبدت عناء التنقل أحيانا لكيلومترات كبيرة، مسافات طويلة. وهناك أيضا التكلفة المالية، الجمهور قد يواكبك في مباراة، في مباراتين، في 3 مباريات. أضف إلى ذلك أن هناك مباريات التي كان من المفترض أن تضخ المال على هذه الأندية لم يتأتى لها أن تحضر جماهيرها أو يفسح المجال أمام الجماهير. مباراة الديربي أكبر دليل أن الواجهة الكروية الإعلامية في العالم هو الديربي، نقلناه إلى مدينة برشيد ومن غير جمهور، وأنا اعتبرته ربما ذيك أكبر إساءة في حق الكرة المغربية، في حق تاريخ الكرة المغربية، في حق تاريخ الفريقين. لا أخذ أنت سيد العارفين كم يجني الرجاء أو الوداد حينما يستقبل في مباراة الديربي في مركب محمد الخامس؟ أعطيني رقم، أنا ربما الرقم ليس لدي، رقم تقريبي. أنا 2 مليون ديال الدرهم حتى 2 مليون ونص ديال الدرهم، هذه في لابيتخي، ولا كان أمور في لابيتخي والأخرى ممكن أن تكون أكثر. لذلك نتحدث نقول ما بين باش نعطيو الناس الصورة، نعطي صورة للناس. التجربة اللي كنت الوقت اللي كنت مدير في عام في فريق الرجاء الرياضي، اتصل بي واحد من الناس المفوضين ديال الفيفا اللي مرخصين من الفيفا اللي ينظمون المباريات. اتصل بنا في إدارة الرجاء واقترح علينا نسلموا له الديربي، نسلموا الديربي للشركة ديالو ب5 مليون ديال الدرهم مقابلة الديربي، يعني نص مليار. قال لي وانا قلت له انت تعطينا 5 مليون ديال الدرهم، وانت قال لي انا غنربح فيها اكثر. نقول لك غنربح فيها اكثر، نتوما ولا الوداد راه ما كتربحوا والو في الديربي. وكنت عطيته الشيف اللي كنا درنا، كنعقل كنا درنا 2 مليون 300 2 مليون 300 الف. قال لي سريان، قال لي انا نعطيكم لو دوبل، وقعوا معايا عطيوني الديربي نتوما والوداد 5 مليون الديربي. قلت له ديك الساعه الامور ما كانتش في يدينا حنا، لان الامور انت عارف تنظيم وداك الشيء ماشي في يد الفرق. هذه باش نجاوبك على السؤال ديالك. اذا حتى نبقى هكذا، لانه اذا اخذنا فريقين عملاقين
ما كان ليقع في المشاكل المديونيه لو كانت لديهم الامكانيه للاستقبال في ملعبهما. اضف الى ذلك مثلا فريق اتحاد طنجه عليه ان يبحث عن ملعب، مره يلعب في المحمديه، مره يلعب في تطوان، مره يلعب في سوين اللعب. الان هذا الموسم ينطلق، اعطيني عدد الفرق اللي تلعب خارج قواعدها طوال الموسم، بمعنى اننا فكرنا في تنظيم كاس افريقيا وفي تاهيل الملاعب، ولم نفكر قبلها اين ستلعب هذه الانديه. انا اتساءل في نهايه المطاف، ما فائده استمرار اقامه البطوله المغربيه في ظل تهميش كامل، غياب كامل للعناصر التي تمارس في البطوله المغربيه على مستوى المنتخب المغربي؟ دابا الان ما بقيناش المنتخب المغربي الاول، ولينا في الاولمبي، وبدا الحديث على اقل من 15 سنه، لائحه 28 لاعب كلهم على برا. اذا هذه البطوله غير منتجه، فلذلك رغم الاهتمام الذي يمكن ان نبديه ظاهريا بالانديه ومستقبل الانديه والاوضاع الماليه وكل شيء، فانها وضعت في مكان لا يمكن ان تنتج، والذي لا ينتج لا يمكن ان يعطيك ربح مادي ومعنوي وكروي. ولذلك نجد بان هذه الانديه وجدت نفسها محاصره بعده اكراهات، لم تستطع ان تنتج المال الذي يجب ان يصرف بشكل ايجابي يجعل الفريق يضمن هذه الصيروره والاستقرار المالي. الوعاء الذي يشتغل فيه غير موجود، لانه ليس وعاء النادي. يجب كل نادي ان يبحث لنفسه عن مدينه وعن ملعب، علما بانه كم من مره تحدثنا في هذا الموضوع، الفرق الكبيره كالرجاء كالوداد كالجيش كالمغرب الفاسد يجب ان يكون لديها ملعبها الخاص. ناخذ مثلا ملعب الوزيز، لا بالنسبه للرجاء ولا بالنسبه للوداد، هذاك الملعب لو يؤخذ ترخيص وتوضع خارطه طريق ومخطط يتم بناء ملعب من 30,000 متفرج، 35,000 متفرج لكل نادي، والمباريات الكبيرة تلعب في المباريات الكبيرة. ألم يكن ذلك منذ عدة سنوات، عدة عقود، كان بإمكان الرجاء والوداد أن ينهي هذا المشكل، وكان بالنسبة لأندية أخرى أن تنهي هذا الإشكال. ولكن نحن لازلنا ندبر الشأن الكروي بالعقلية القديمة، ونحاول أن ننهج سياسة ترقيعية. لا يعقل أن نطلب أن من الرجاء يمشي يلعب في أكادير، والوداد تلعب في مراكش، وطنجة تلعب في المحمدية. لذلك ماذا يمكن أن نتوقع؟ هل يمكن أن نتوقع أن هناك هدية تنزل من السماء لتحل المشكلة المالية؟ المشاكل المالية تتفاقم، زيادة على أن قيمة بعض اللاعبين أصبح مبالغ فيها. عملية الصفقات التي تتم من انتقال اللاعب من نادي لنادي شيء مبالغ فيه. حينما ننظر إلى المحصلة والمنتوج الكروي نرى لا يطابق. أعتقد أن النقلة القوية ما بين ما كان يتم إعماله على مستوى صفقات انتقال اللاعبين إلى الأرقام التي نتحدث عنها الآن لم يكن لها مبرر. لم يكن هناك أي شيء يدعو لكي نشاهد هذا الارتفاع الصاروخي. ربما مرده هو، أنت سيد عارفين، هو أن هناك فرق خلقت من لا شيء، وأن رؤساء هذه الأندية لا يترددون في دفع أي مبلغ مقابل الائتيان بلاعب حتى يكونوا فريق. وهذه يجب الانكباب عليها، لأنها ظاهرة غير صحية ستضر بكرة القدم مستقبلا، لأن لا يمكن أن تسير هذا الحجم الكبير من الإنفاق في ظل انعدام الروافد الحقيقية لتغذية الفريق باستمرار. قد تحل مشكلة موسم، موسمين، 3 مواسم، ولكن لن تحلها دائما. شكرا أستاذ.